شايف الكوباية دي؟ فاضية صح؟ فاضية. طب ركز معايا بقى. الكون اللطيف بتاعنا ده المساحة المرئية منه بتقدر تقريبا ب 28 مليار سنة ضوئية، ولو مش عارف ايه هي السنة الضوئية، فالسنة الضوئية هي المسافة اللي الضوء يقدر يقطعها خلال سنة كاملة. طب يعني هي المسافة دي قد ايه؟ بص، وانا مش هقول لك الضوء بيقطع قد ايه في سنة، انا هقول لك الضوء بيقطع قد ايه خلال ثانية واحدة بس. بص يعني هي مش مسافة طويلة، هي ديتها 300 ألف كيلومتر بس في الثانية. 300 ألف كيلومتر في ثانية. احسبها انت بقى بياخد في السنة قد ايه، وبعد كده احسبها المسافة اللي تقدر تقدر بيها الكون بتاعنا ده. وخد بالك ده الكون المرئي اللي احنا شايفينه، اللي احنا عارفينه وقسناه، فاهم؟ في حاجات تانية احنا لسه ما قدرناش نقيس. شايف بعد كل ده بقى اهو 95% من المساحة دي تعتبر فراغ او الفضاء يعني زي ما بنسميه. بس تفتكر هل ال 95% دول فعلا فراغ؟ من قديم الأزل كان الفلاسفة الطبيعيين عندهم تصور لطيف كده للعالم، وهي إن الدنيا دي فيها حاجات وما فيهاش حاجات، يعني مادة وهواء أو فراغ. ده حتى لما كان بيحب يقولك إن فلان ده نصاب يقولك ده بيعبي الهواء في أزايز. فيجي مثلا فيلسوف زي آتوموس، وده تقريبا أول واحد اقترح فكرة الذرة، فيجي بقى الأخ ده ويقولك إن الذرة بتتحرك في الفراغ، لازمها فراغ كده عشان تتحرك فيه. فاهمني أنت؟ حلو أوي. لا مش حلو، وهقول لك ليه. لان واحد زي ارسطو جه بعدها وقال لك لا، انا الكلام ده ما ياكلش معايا، لان لو الذرات بتتحرك في وسط فلازم الوسط ده يكون ماده هو كمان عشان تقدر تتحرك فيها. الموضوع بالظبط عامل زي ما تنور لي كشاف من مبنى لمبنى وبعدين تقول لي عدي من فوق الضوء اللي طالع من الكشاف ده. So they made it up to the roof, and there, just across this narrow gap, they see rooftops stretching across town, stretching to freedom. Now, the first guy, he jumps right across, no problem. But his friend, oh, no way. He's afraid of falling. So the first guy, he has an idea. He says, hey, I got this flashlight with me. I'll shine it across the gap between the buildings, and you can walk across the beam and join me. But the second guy says, what do you think I am? Crazy? You just turn it off when I'm halfway across. شاوت اوت لاصيع فيلم في تاريخ السينما من وجهة نظري. فكده حسب رأي ارسطو ما ينفعش الجو اللي الذرات بتتحرك فيه يبقى فراغ، لازم يبقى مادة بس من نوع تاني، مادة خفيفة خالص كده بنسميها الهواء. مثلا شفت بقى ان الكوباية ما كانتش فاضية؟ نتحرك لنا كام ألف سنة كمان لحد القرن ال17 ناحية ألمانيا، ودول بقى يا اسطى قالوا لك يعني ايه المشكلة في الهواء؟ طب يا عم بسيط، احنا هنشيل الهواء ده ونعمل الفراغ اللي بتقولوا عليه. فيجي عالم اسمه اوتو فينجر كي ويخترع آلة مضحكة كده سماها مضخة الفراغ. والصراحة هي لا كانت مضخة ولا كان ليها علاقة بالفراغ، هي كانت مجرد شفاط هواء وحتة كورة كده مقسومة نصين، بنحط النصين دول على بعض وبنسحب الهواء اللي موجود ما بينهم. واتفرج بقى على 16 حصان بيلعبوا شد الحبل والكورة دي في النص، انها تتقسم مفيش. طب ما حلو، فراغ اهو، اظن مفيش فاضي اكتر من كده. ايه انت مستعجل ليه؟ انا عايز افهم يعني. حبيبي هو مش الهواء ده ماده هو كمان؟ يبقى لازم له وسط مادي عشان يعرف يتحرك فيه. بسيطه. طب انا كده استفدت ايه يعني؟ والله يا ابني انت اللي بتدور غلط، اصل سايب الفضاء ده كله وجاي في الزحمه هنا تدور على العدم. يا عم اخرج شوف السواد اللي بره، ما تبقاش محلي كده. لا اللي بره مش ده. تمام. نتحرك شويه 200 سنه كمان ناحيه القرن ال20، واللي بتتنشر فيه احد اهم الاوراق البحثيه في تاريخ الفيزياء الحديث من طرف اشهر عالم في تاريخ البشريه، ألبرت أينشتاين. أينشتاين قال لك إن الفراغ الواسع اللي أنا كلمتك عنه في الأول ده ما بيتكونش من 95% فراغ ولا حاجة. الفراغ اللي أنتوا بتقولوا عليه فراغ ده هو شبكة رباعية الأبعاد، طول وعرض وارتفاع وزمن، وإن كل الأجسام اللي في الكون دي كلها بتتحرك على الشبكة دي، هي السبب في الجاذبية ما بينهم وهي اللي محافظة على النظام ده كله. الشبكة دي هي شبكة الزمكان، ودي حاجة كده شبه الترامبولين اللي الأطفال بتتنطط عليه في المول. من الآخر هو قال لك إن مفيش حاجة في الفيزياء اسمها فراغ مطلق، وقال لك كمان إن الشبكة دي هي النسيج بتاع الكون. أي نعم مش متكونة من ذرات وإحنا مش قادرين نشوفها، لكنها موجودة كحاجة ممكن تتقاس ويتقاس كمان تأثيرها، مش عدم يعني، لأن ليها تأثير على الجاذبية وكمان حركة الضوء. فلو كانت عدم ما كانش هيبقى لها اي تاثير. يجي لي واحد دلوقتي يقول لي مجال هيجز بوزون اثير. بص ما تدخلنيش في تفاصيل، كلها تقريبا نفس الفكره. المهم يعني، وحتى الان فشل العلم التجريبي الحديث في انه يوصل للعدم، او على اقل تقدير العدم المطلق. الفكره بقى انه عمره ما هينجح، لانه دايما بيبص ورا اللي قدام، فهيفضل يجري الى ما لا نهايه. اصل فكر فيها، لو هو عدم ومش موجود فانا هقيسه ازاي؟ فانا طالما قسته يبقى موجود، يبقى مش عدم، فهدور على عدم تاني فلاقي حاجه جديده اقدر اقيسها تبقى موجوده، تبقى مش عدم. قال لا، فتجريبيا انت ما ينفعش توصل للعدم المطلق. وده اللي قاله عالم فيزياء زي نيل ديجراس تايسون مثلا بتاع ناشونال جيوغرافيك. قال لك انت ليه بتدور على حاجه المفروض اصلا انك ما تلاقيهاش؟ تيجي لي واحد دلوقتي يقول لي طيب يا اسطى
حسب كل الرغي اللي انت قلته ده فالمفروض ان مفيش حاجه اسمها عدم، ده كده فكره مش موجوده، ويروح نافي بكلامه عدم الوجود، فيلاقي نفسه اثبت وجود عدم تاني، وسالب في سالب بموجب، ويثبت برضو كلام. اهدى معايا الله يبارك لك، احنا لسه بنسخن. انت قلت ان العدم مش موجود بح، يبقى انت اثبتت الصفه الوحيده ليه، ووجود الصفه دي اثبت، فكده بقت صفه العدم موجوده. هو مش موجود لكن صفته موجوده، وبالتالي فانت عمرك ما هتقدر تنفي فكره زي العدم، بقت فكره حتميه، وحتميه وجودها فعدم وجودها. وده كان من ضمن اهم الحاجات اللي نادى بيها واحد زي ديكارت مثلا، وده واحد من اشهر الفلاسفه العقلانيين، او يعني اللي بيستخدموا العقل بس من غير تجارب. عمك ديكارت بقى كان شايف ان فكره العدم هي فكره لازمه الوجود بشكل مطلق، زي ان 1 زائد 1 بتساوي 2 كده، يعني الفكره لازم تبقى موجوده والا تبقى بتناقض قواعد المنطق. ليه؟ لا انت كده ما فهمتش، ارجع لاخر دي اسمعها تاني وانت هتفهم قصدي. اللي عايزك تطلع بيه من الحلقه دي هي حاجه واحده بس، وهي ان حتميه العدم تعتبر قانون مطلق. على مر التاريخ كانت فكره عدم الوجود موجوده عندنا، وفاكرين كمان ان احنا شايفينها، لا وكمان قادرين نلمسها. بص، شايفني وانا بلمس الفراغ من اول الكوبايه الفاضيه ولحد كره الفراغ اللي الاحصنه كانت بتسحبها قدام بعض. لكن على مدار التاريخ برضو اكتشفنا ان وجود الفكره في عقلنا كان سابق لرؤيتنا ليها، لا ده احنا كمان عمرنا ما شفناها. وده ليه؟ لانها مش موجوده، او لازمه الوجود بوجود الصفه اللي بتوجدها. ابتدينا بقى كلام الفلسفه المعقرب ده، والله انا بحاول ابسطها على قد ما اقدر يعني. شاكرين يا استاذ رينيه، مش عارفين من غير ملاحظاتك اللطيفه دي كنا هنعيش ازاي. الصراحه هي كانت حلقه مزعجه، ازاي هعمل حلقه عن حاجه اصلا مش موجوده؟ فكان لازم احشيها بشويه فيزياء في الاول عشان ما تبقاش ممله، وعشان برضو نحرر مصطلح العدم عشان ما نختلفش عليه قدام. قدام ده سلسله يا حبيبي، انت هتستمر معايا كده 7-8 حلقات كمان، وكلهم من الاخر هيبقوا فلسفه. طب انا ليه شرحت كل الكلام ده؟ عشان اثبت لك لزوم حاجه اصلا مش موجوده، عشان احنا هنستنتج كل حاجه من فكره الولا حاجه اللي مش موجوده دي، وجود كل حاجه ومن ضمنهم الاله. وعشان ما حدش يفهمني غلط، بس انا هثبت الوجود بالعدم، مش هطلعه منه. واخد بالك من الفرق؟ ما توديناش في ده، الله يكرمك. وبس كده، انا عمرو جميل، وده على الورق. سلام عليكم.